بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في هذه الدروس الماضية ما يتعلق بحكم الحديث المتواتر وحديث الآحاد، وأن الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني كما يقول أهل الأصول والمصطلح، أيضا يفيد العلم الضروري. وتقدم ما في هذه الكلمة وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث المتواتر أيضا إنما يفيد العلم النظري، يعني الذي يعود إلى النظر والبحث والاستدلال. ثم ذكر رحمه الله أقساما للحديث الآحاد، وأنه يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وتقدم أن مراد ابن حجر رحمه الله بالعلم ليس هو العلم القطعي ولا العلم اليقيني، وقد صرح بذلك في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. فقد تعقب ابن الصلاح في قوله أن حديث الآحاد إذا احتف بالقرائن يفيد العلم القطعي اليقيني، قال لا، هذا هو وصف المتواتر. المتواتر هو الذي يفيد العلم القطعي اليقيني. فمذهب ابن حجر رحمه الله أنه إنما يفيد العلم الظني وليس العلم القطعي اليقيني، إلا في آخر العبارة ذكر رحمه الله قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه. يقول إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة قد يفيد علما قطعيا يقينيا. ما هي هذه الأوصاف الثلاثة؟ أن يكون في الصحيحين، وأن يكون له طرق متعددة، وأن يكون مسلسلا برواية الأئمة الحفاظ المتقنين. ثم ذكر ما يتعلق بالغريب وبالفرد، وأخذنا هذا. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان، يعني وجه هنا مترادفان بمعنى متساويين، فالغربة والاغتراب فيهما الانفراد عن الوطن. وهكذا بالنسبة للفرد، وهو المنفرد عن الزوجية وعن الغير، فقد تساويا في حصول المعنى متقارب. هنا مترادفان بمعنى التساوي. قال رحمه الله: قال وإن قرأنا قال: أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني وإن كانوا الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، وهكذا الغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب أو على الفرد النسبي، لكن من حيث استعمال الفعل فلا يفرقون. إذا قالوا تفرد به فلان يحتمل أن يكون المراد بالتفرد هو التفرد المطلق، ويحتمل أن يراد به التفرد النسبي، فلا يفرقون في استعمال الفعل بين المطلق وبين النسبي. بل أيضا حتى في قولهم تفرد به أهل البلد الفلاني، هنا يحتمل أنهم يريدون به التفرد المطلق أو التفرد النسبي. متى يريدون به التفرد المطلق؟ إذا قالوا تفرد به أهل البصرة أو تفرد به أهل المدينة. إذا أرادوا بقولهم تفرد به أهل البصرة أو المدينة تفرد واحد على سبيل التجوز في العبارة، ينسبون الفعل إلى القبيلة، مثلا يقولون جهينة هي التي قتلت فلانا،
ويريدون به واحدا منهم على سبيل التجوز في الإضافة، فقد يقولون تفرد به أهل البصرة أو المدينة أو مصر أو اليمن أو الكوفة، ويريدون به تفرد واحد منهم، فهو من التفرد المطلق. قد يقولون تفرد به أهل البلد الفلاني، يعني لا يرويه غيرهم، تدور الأسانيد على البصريين أو على المدنيين وإن رواه أكثر من واحد. قال وقريب من هذا، قال أو أغرب به فلان. تقدم ما يتعلق بأن يعني قد يستعملون الغرابة بمعنى بيان الخطأ والعلة. قال وقريب من هذا، يعني قريب من هذا التفصيل السابق في مسألة التغاير أو الترادف. قال وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ قال فأكثر المحدثين على التغاير، هذا نعم مذهب المحدثين وأكثرهم. أما الأصوليون فلا فرق عندهم بين المنقطع والمرسل، بالنسبة للأصوليين لا فرق عندهم بين المنقطع والمرسل أصلا، لكن هذا قول أكثر المحدثين، وهناك من المحدثين من وافق الأصوليين. قال فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، يعني كما هو معلوم أن المرسل عند أكثر المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة، وأن المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده راو فأكثر في موضع أو أكثر، ليس على التوالي. قال فأكثر المحدثين على التغاير، يعني بالنسبة للاسم مرسل أو منقطع. قال لكنه عند إطلاق الاسم، يعني كما تقدم. قالوا أما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، يعني دون الانقطاع أو مشتقات الانقطاع. من حيث استعمال الفعل فيستعملون الإرسال، يقولون أرسله فلان، وأما هذا الحديث فيرسله فلان، يعني أتى بلفظة الإرسال لتشمل الاستعمال باللفظ الماضي بالفعل الماضي أرسله، أو أيضا بالفعل المضارع، وأما هذا الحديث فيرسله فلان. قال وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، كلمة فقط تخرج الانقطاع، لا يستخدمون الانقطاع، لا يقولون قطعه فلان، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، يستخدمون لفظة الإرسال في المنقطع وفي المرسل. وما هو السبب؟ السبب لأن كلمة قطعه فلان، يعني لماذا لم يستخدموا كلمة قطعه فلان، إنما قالوا أرسله فلان بمعنى القطع، يعني بمعنى الانقطاع. لماذا لم يقولوا قطعه فلان، لا في المنقطع ولا في المقطوع؟ وذلك لأن المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. فإذا قالوا قطعه فلان لا يدرى هل قطعه فلان يعني بمعنى منقطع أو قطعه فلان بمعنى مقطوع، فلأجل هذا الإشكال لم يستخدموا الانقطاع أو ما يشتق من ذلك، وإنما استعملوا الإرسال، يقال أرسله فلان بمعنى يعني فيه انقطاع. قالوا من ثم، يعني بسبب هذا الاستعمال، يعني أرسله في الموضعين. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك، يعني ليس كما زعمه هذا الذي أطلق هذه العبارة من عدم المغايرة، بل الواقع أن عند المحدثين تغايرا، أن عندهم تغايرا بينهما، وإنما يعني
من حيث الاستعمال الفعل فلا يفرقون بين المنقطع والمرسل فيقول أرسله في الموضعين. أما من حيث الاسم فعندهم التغاير. قالوا من ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه لما تقدم. يعني هو بين أن لا يستفاد من كلمة أرسله فلان أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. قال لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. النكتة هي الدقيقة المستخرجة بالنظر، النكتة هي الدقيقة المستخرجة بالنظر. فالحاصل أن أكثر المحدثين على استعمال المنقطع بما تقدم ذكره والمرسل بما تقدم ذكره، ولكن إذا قالوا أرسله يصلح للأمرين، يصلح للمرسل على الوصف عند أهل الحديث، ويصلح أن يكون أرسله بمعنى يعني الانقطاع أيضا في باب المنقطع. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.